الكبرى، وهي مشهور بنشاطته وقدماته الإنسانية وأعماله خيرية، الشيخ أكبر سندوالا، وهو تاجر شهير. أرحب بك في هذه الجلسة المباركة. أطلب الآن الشيخ زاكر حسين لتكريمه بالزخم. جزاك الله خيرا. أود أيضا أن أرحب بشخصية الشيخ سلام سيج، وهو ناشط اجتماعي. أرحب بك سيدي في هذه الحفلة المباركة. أطلب الآن الشيخ شهيب ندوي لتكريمه بالزخم. علو المؤسسة والمؤقرة الشيخ شريف حسحاب وجميع أعضاء المؤسسة. أرحب ترحيبا بالسيد رحمة الله، وهو مراسل كليتنا هذه. أرحب بك. يسعدني أن أرحب بأمين العام لجنة شانتي وصندوق التعليم الشيخ عبد الكريم. أرحب بك في هذه الحفلة المباركة. أرحب ترحيبا بالسيد زاكر حسين. أرحب بك. أود أيضا أن أرحب بمديرة الكلية حراء السيدة فاطمة مهرون، والسيدة باغيرة مديرة كلية حراء النسائية. ترحيبا حارا لكما في هذه البرنامج الكبير. أود أن أرحب كل أعضاء لجنة شانتي صندوقية التعليم، وكذلك أرحب كل المدرسات والطالبات وكل من اجتمعوا في هذه الحفلة المباركة. أرحب بك جميعا. مرة أخرى أرحب بكم ترحيبا حارا من صميم نفوسنا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نجئنا الطالبات من BUC لإنشاد جماعية. It's time to soothe our ears. I now request the students of Hira Women's PU College for Hamd. لإبليس عدو الله، لإبليس عدو الله. ذكر الله مفتاح لباب الله مصباح، لأهل الله مجراه. لإبليس عدو الله، لإبليس عدو الله. فقولوا يا عباد الله دواما مخلصا لله، رجاء في لقاء الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ذكر الله مفتاح لباب الله مصباح، لأهل الله مجراه. لإبليس عدو الله، لإبليس عدو الله. وكنز من كنوز الله، وأمن من عذاب الله، مجن بين نار الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ذكر الله مفتاح لباب الله مصباح، لأهل الله مجراه. لإبليس عدو الله، لإبليس عدو الله. تجوزنا صراط الله، وتسقينا شراب الله، وتدخلنا جوار الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ذكر الله مفتاح لباب الله مصباح، لأهل الله مجراه. لإبليس عدو الله، لإبليس عدو الله. ذكر الله مفتاح لباب الله مصباح، لأهل الله مجراه. لإبليس عدو الله، لإبليس عدو الله، لإبليس عدو الله. أهمية اللغة العربية. إخواتي في الله، نشأت اللغة العربية
العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام، والمسلمون يحبونها لغة القرآن والرسول، لذا انتشرت هذه اللغة بانتشار الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم. إن هذه اللغة كلماتها وافرة وسالبوها دقيقة وخطها جميل، وهي تصلح للعدب والعلم معا. فآتى القرآن الكريم بعد الألفاظ العربية القديمة معاني جديدة. كم تعرف العربية من قبل؟ وكان القرآن سببا في نشرة العلوم اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة والعلوم الإسلامية كالتفسير والحديث والفقه وغيرها. وأكثرت اللغة العربية في لغة الشعوب العالمية كالفارسية والعرودية والإنجليزية والفارسي وغيرها. إخواتي في الله، لقد خرجت اللغة العربية من جزيرة العرب مع الفتح الإسلام، فإذا هي لغة انتشرت من أدنى إلى الأرض إلى أقصاها، ومن شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، فهي تتعدى كونها لغة الدين إلى كونها لغة الشعوب مدول، وما زاد إلى الإسلام أثر في نجر العربية وحفظها. إخواتي في الله، تعلموا اللغة العربية لأنه لغة القرآن والسنة، وتعلموا حتى تبلغوا رسالة إلى الإسلام الصحيح إلى كافة الناس. هو خير ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، كيف الحال؟ الحمد لله، أنا بخير. ماذا عنك؟ زين الحمد لله. ليس شيئا جدعا لقد مراكت به منذ آخر اللقاء لنا. نعم، الآن أسأل الحصول على درجة الماجستير في جامعة القريب من اللغة العربية. ما شاء الله. لماذا لي العربية؟ اللغة العربية هي النطاق في الوقت حاضرا، وكذلك لغتنا الإسلامية بفعل مفيدة. كم مرة تقول في هذا معك؟ لا، أول مرة. وإن الأصدقاء يقول لي أن الطعام كان لذيذا هنا، لذلك قررت أن أجربها. ما كنت قد تصل إلى جئت مفرد وترى. تعال وانضم إلينا. جزاك الله خير. لا بأس، دعونا نحتفل معا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي واسع الكرم ورب البيت والهرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والهرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. ألبي طامعا وجلا ويخطف خاطري وفمي، لك الحمد تهلت به لما أوليت من نعمي. ألبي طامعا وجلا ويخطف خاطري وفمي، لك الحمد تهلت به لما أوليت من نعمي. زيوفك بالهما نزلوا بخير الأشهر الهروم، وجئتك في ركائبه إلى برد المتى بضمي، إلى برد المتى بضمي. إلهي واسع الكرم ورب البيت والهرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والهرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. جزاك الله خير. أنا دور الطالبات البكالوريين. أود أن أتصل بالطالبات البكالوريين في أغنية المجموعة. I now request the students of Hira Women's College for the group song.
أنت الفجر كنت أصلي لله تعالى أشكر شوقا اسم الله حبا إكراما إجلالا أنت الفجر كنت أصلي لله تعالى أشكر شوقا اسم الله حبا إكراما إجلالا نظرت إلى حديقة بيتنا فوجدت عصفورة في السماء فكانت تشتو وتقول سبحان الله من رفع السماء وأحسن البناء سبحان الله سبحان الله فهدي الزطور بأجمل الأطور سبحان الله سبحان الله من جاد بالهوى السامه دواء سبحان الله سبحان الله ما أجمل السهو من حسنها تكون سبحان الله الله يا الله يا الله يا الله أنت الفجر كنت أصلي لله تعالى أشكر شوقا اسم الله حبا إكراما إجلالا قالت لي معلمتي بكل إيمان من هو حمل العقل والروح والجنان سبحان الله كون الإنسان علم البيان سبحان الله سبحان الله يا من وهب الروح حتى نعدو ونروح سبحان الله سبحان الله والأكل والجنان والحب والهنان سبحان الله سبحان الله حمدا شكرا لله كل الرجاء بالله سبحان الله الله يا الله يا الله يا الله أنت الفجر كنت أصلي لله تعالى أشكر شوقا اسم الله حبا إكراما إجلالا أنت الفجر كنت أصلي لله تعالى أشكر شوقا اسم الله حبا إكراما إجلالا جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أنا سبيدة أتعلم في السنة الأول البكالوريا التجارة الآن أنا أتحدث عن أهمية اللغة العربية تعتبر اللغة العربية الكبيرة واحدة من اللغة الرئيسية في العالم اللغة عند العربي معجزة الله الكبرى كتاب المجيد لقد حملوا العرب الإسلام إلى العالمين وعملوا معه اللغة القرآن العربية واستعربت شعوب غربي آسيا والشمال إفريقيا بالإسلام وتركته اللغة الأولى وآثرت لغة القرآن أي أن حبهم لإسلام الأول الذين عربهم فأجروا دينا إلى الدين وتركوا لغته إلى الأخرى لقد شارك أعجب الذين دخلوا الإسلام في أبئ شرع قواعد العربية وأداب للآخرين وكانوا علماء النحو والصرف وبلاغه في فزونه الأمانية البيان والبديع وقد قدر دهر طويل كانت اللغة العربية إلى اللغة الأغورية الأولى في العالم
وهي لغة القرآن ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم ولغة الجنة وهي لغة نشيطة يتداولونها على من الناس كاللغة الرمزية ولغة الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفهيمة مشتاق للحوار على المنصة. I now call upon the winners of Arabic conversation competition, Zikra and Faima. كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله. أنت؟ بخير والحمد لله. من أين أتيت؟ أنا قادم من السوق. أوه، ثم تناول الغداء معنا. الغداء على المائدة. ما هذا؟ سمك، أرز، عنب، لحم، دجاجة. هذا كثير جدا. ماذا تطلبين من الطعام؟ الأرز، بعض الأرز والسمك من فضلك. وماذا تطلبين من الشراب؟ ماء من فضلك. وماذا تفضلين من الفاكهة؟ التمر أو العنب. هل تشربين الشاي؟ لا، أفضل القهوة. القهوة بالحليب؟ نعم، قهوة بالحليب. نعم، كلي. شكرا يا حبيبتي. عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمراء انبعثوا أنتم في الطيبان. يا حكام لا تكوي واكتم في السعبان. يا شبابنا هو سبيلنا متي. يا شبابنا هو سبيلنا متي. يا أمراء انبعثوا أنتم في الطيبان. يا حكام لا تكوي واكتم في السعبان. قد رفع الأمرام أصواتا لدين الله. قد شهدوا مجتهدين أكرارا لدين الله. قد رفع الأمرام أصواتا لدين الله. قد شهدوا مجتهدين أكرارا لدين الله. يا ربنا أمراؤنا يا جلنا ارحم بنا. يا ربنا أمراؤنا يا جلنا ارحم بنا. يا أمراء انبعثوا أنتم في الطيبان. يا حكام لا تكوي واكتم في السعبان. خيرة الأكوام كم يوم زكى فيها. وانتشرت الحجم وانت المو والقتم. خيرة الأكوام كم يوم زكى فيها. وانتشرت الحجم وانت المو والقتم. يا ربنا انصر بنا. قد شاهدوا إليك يا ربنا انصر بنا. قد شاهدوا إليك يا أمراء انبعثوا أنتم في الطيبان. يا حكام لا تكوي واكتم في السعبان. يا شبابنا هو سبيلنا متي. يا شبابنا هو سبيلنا
Jazakallah. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ضيوفنا الكرام وأحبائي في الله أحبكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وإخوتي في الله كما تعلمون أنتم اليوم نحن في احتفال السنوي باللغة العربية يحتفل يوم العربي العالمي في 18 ديسمبر في كل عام تعد اللغة العربية أقدم اللغات الحياة على وجه الأرض لا نجد شكا أن اللغة العربية التي نستخدمها اليوم أمضت ما يزيد على 1000 سنة إن اللغة العربية هي لغة القرآن والسنة ولذا أود لألفت أنظاركم إلى بعض النقاط المهمة أجمل ما قيل عن اللغة العربية من علماء السلف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي تنبع اللغة العربية من كونها أفصح اللغات عبقريتها مع مختلف العلوم الأخرى مثل الهندسة والطب والجبر والفنون وغيرها أيها السامعون لغة العربية والثقافة لا تزال اللغة العربية لغة العلم والثقافة والتعليم منذ القدم حتى العصر الحديث وقال ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله واللغات من أعظم الشعائر الأمم التي بها يتميزون ولذا فلنتعلم اللغة العربية ونحفظها بإكثار تداولها بين الناس وتشجيعها على التعلم فنكثر الناطقين بها إن شاء الله ووفقنا الله لهذا آمين يا رب العالمين أختتم كلامي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Winners are not people who never fail but people who never quit. So I take the privilege to announce the names of the winners. Now I call upon students of Hira Women's Competitive PU College to take their honors. I request Janab Sharif to honor the students. Arabic elocution, first place goes to Shabiha Fatima, second commerce, by Fatima Tuwafa, first commerce. Third place back by Fatima Jazila, second commerce. Jazakallahu khaira sir. Now I request Janab Salim Nadavi sir to honor the students. Handwriting competition, first place goes to Fatima Khansa of second arts. To Tasmiya, first commerce. Third place goes to Fatima Hania, second PCMB. Jazakallahu khairan sir. Now I request Janab Muhammad Shamim Akbar to honor the students. Conversation, first place goes to Fatima Wafa and Nafisat Fahima of first commerce and first PCMB. Second place goes to Khanis Fatima and Fatima Muzaina of first commerce. Solo singing, first place goes to Aisha Sambra of second arts. Second place goes to
First place goes to Aisha Samra of Second Arts. Second place goes to Fatima Famina of Second PCMB. Third place goes to Zainabat Shehnaz of First PCMB. Jazakallahu khairan, sir. Now I call upon students of Hira Women's College to receive their honor. I request Janab Akbar Sunnadwala, sir, to honor the students. Arabic Conversation Competition, first place goes to Shiha and Fida of First BCom. Arabic Elocution Competition, first place goes to Sabida, First BCom. Second place goes to Ramiyat Banu and Rubina of Second BA and First BCom. Jazakallahu khairan, sir. Now I request Janab Salam Syed Saab to honor the students. Arabic Solo Singing Competition, first place goes to Ziana, Third BA. Second place goes to Fatima Amra of Second BCom. Jazakallahu khairan, sir. Now I request Janab Sheikh Hussain Nadwi, sir, to honor the students. Arabic Handwriting Competition, first place goes to Ramiyat Banu of Second BA. لقد وصلنا الآن إلى جزء مهم من برنامجنا. لدينا ضيوف كرام لديه الكثير من المعرفة. ألتمس من ضيفنا محمد شميم أبو بكر أن يتحدث معنا ببعض كلمات. The most eminent personality, Mr. Muhammad Shamim Abu Bakr, who is an activist, trainer and counselor. May I Shamim Abu Bakr to address the gathering. Of this great nation, the girls on beige and black scarves gathered here, dignitaries on the dais, KM Sharif Saab, Maulana Salim Nadwi Saab, Akbar Saab, and Salam Saab, and head of the Department of Arabic Language in this great institution, Nadwi Saab, members from the trustee, the board of this IRA institution. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and very good morning. And of course, I forgot to address the teaching and non-teaching staff who are also present here, the great teachers. In the year 2012, United Nations, UNESCO, they announced World Arabic Language Day. Which day it is? December 18, World Arabic Language Day. In the world, people speak about 7,000 languages. To be very specific, precisely 6,912 languages are spoken in the world. Most of the languages, if not most, some of the languages are very identical, but it's very unique in its structure. In this great auspicious occasion, if I did not talk about the importance of Arabic language, it is injustice to this gathering. Here, Ahmiyatul Lughatul Arabiyya. Here, Lughatul Mushtaraka. If you understand the word Mushtaraka, it is the language of integration. It is the language of connections. Any language that we use, we speak, the end result, the objective of that language should connect the people, bridge the relations and building connections among human. This should be the core objective of using any language, my dear students. Now talking about Arabic language, it is the language of divine
It is the language of legacy. It is the language of solace. It is the language in which the Holy Book, the Holy Quran, revealed back in 1400s, 1400 years ago, in the Jaziratul Arabiya. As Arabic teacher, she explained here, this is the great language, it's the language of impactful. This language is imparting the message of Almighty God. Now, I have 3 topics to discuss within a very limited time now, 15 minutes given to me. But I don't want to waste my time. 30 years ago, I was a teaching faculty in Sri Venkatramana Pre-University College in Bantwal. Like your teacher, I was a teacher back in 30 years ago. I used to be in a very awkward situation when my student used to ask questions, very naughty questions sometimes, very irrelevant questions sometimes. That's why the language, the communication, the speech is the great skill, the great tool of 21st century. Let me elaborate. Please try to understand what I'm talking about. Your words have power. Your words are power. Words, your mouth can spit the venom where it can mend the broken soul. Words are so powerful. Languages are just means of communication. Our communication, our languages, no matter what language that you are using, respect every language that here in the great nation. In 1938, as you all know through WhatsApp University or social media, there was a great research happened. This is so-called one of the most comprehensive, most amazing research about human happiness. Have you heard of this research? Can you raise the hand who heard about this research? Anybody? This is happened in 1938 in Harvard University. They have selected from the Harvard University a group of students, and they selected some neighborhood from Boston area, some backward students, around 30, 40, 60 students they have taken from Harvard University and from Boston neighborhood. And during this 75 years of comprehensive study, they have taken their brain scan, their blood test, their family interview, their personal interview, their work life, their family life, their social life, series of interview, series of observation of their lifestyle. This most comprehensive study came up with a result. That result is really amazing. And one common thing in that research, what makes human happy? If I ask you these questions, at this age, you may say that in order to make me happy, I need money, I need position, I need education, I need recognition in the society, I need politics, I need corporate, so and so, so and so. But this comprehensive 75 years of study, it says, in order to keep human happy, what human need is happy relationship. This happy relationship comes from the great communication. My dear students, in order to have this great communication, you need to know the language. In order to know the language, you need to understand the importance of speech. You need to understand, you need to communicate, you need to convey your message. Most of the time, the message is not being communicated to the people. That's why the difference between education. Education is these days, unfortunately, filling to the students up to the level that they take it pressure. It is not pleasure anymore. Education is derived from a Latin language, educatio. It is to take the skills, the knowledge, the cleverness of the students within to outside. It is to retrieve the greatness, the knowledge from the students. It is becoming vice versa now, or opposite. So in the speech, your eye contact, your body language, your gesture, your posture, the way you talk, the way you convey the message, this is most important. I don't pull my message long. I think almost 12-15 minutes, I'm going to finish it. Communication and language is so important
As I said, it is the most amazing skill that you need to develop at any cost. Imagine 25 years or 30 years from now, when you become, let's say, 25, 30, 40, 50 years, exactly 25 years, this moving world, the world is transforming, my dear students. The world is transforming to the artificial intelligence. You may not understand, you may not digest the words that I am saying, but you need to go to the Google and the brother Wikipedia. You need to understand these words. Don't waste your time. Try to understand the time you wasted and the time that you invested. There is, mobophobia. I don't want to go more into those social media, the time that you are wasting. 25 years from now, in the medical field, if you talk about the medical field, because this is the need of the hour, food, shelter, and the medicine. This is the three basic things that we all talk about it. 25 years, after 25 years from now, artificial intelligence, they conduct the most precise, amazing diagnosis of human body. ಮಾನವನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, it will be done by artificial intelligence. Then so-called robotics. You have heard it, the robots. Robot does that one, this one, so many information around us. It will done most complicated surgery after 25 years from now. Then what will do the human doctors, my dear students? After 25 years, Bedhanillah from now, inshallah, God willing from now. After 25 years from now, if you learn the medical field, what do you do? Do you waste your money, your time and energy? No. Definitely after 25 years from now, all the industry will convert into service industry. Whatever you are talking, whatever you are feeling, everything will be automated. The world is going so fast. As a rocket it goes. It goes not on the slang, it goes on the upward cycle. So in this 25 years, after 25 years, during this machine learning, the cloud technology, artificial intelligence, your job, my job, each and everyone who gathered here, their job is to convey the message, building the relationship. Every big corporate where our brother Akbar Saab knows, any big company, even in your school, there is someone called PRO, Public Relation Officer. So your job, my job will be convey the message, convey the true meaning of this humanity. So that's why communication is so important, my dear students. I am going to conclude my speech, as there are a lot of things need to be talked in this occasion. If God willing, definitely I will come again here. I will conduct a seminar, importance of leadership and our vision. Please think great, as our great president, ex-president late Abdul Kalam always used to say, make great objective, great vision, and your vision should be always at the sky high. And I have 3 takeaway messages for you to summarize my speech. Always, undu hoda kondu hoda. So buddhiyalli enadru ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. So you have to take 3 key messages, because I am trying to mix up everything. As I have so many things to say, when I see the students, I get sensational, always. My 3 core messages for you, my dear students. You are the great future of this great nation. This nation has built so many CEOs, so many intellectuals in the United States. If you look at the great CEOs, the great leaders, intellectuals and diplomats in the United Nations and European countries, European unions are from Indians, including Sundar Pichai, Satya Nadella, Hariharan, Sundaran, name it, most of them are from South India. It's our pride. So my 3 takeaway messages for you and all of us and for me. Our action
our language, our dealings, our talk, our words should not hurt anybody. Can you repeat with me? Our should not. Can you assure me? Yes. Say yes. Yes. Second key message. Help others without any expectation. Help other without any expectation. Expect from Almighty. Can you repeat with me? Yes. Help. Great. When you help and when you expect something, what will happen? You expect recognition. You expect diets. You expect media. You expect social media. Then all your efforts, your energy, your financial things will be wasted. And the last thing, which is from 75 years of relationships research, maintain strong family bonding. Maintain strong family bonding. Maintain strong human relationship. Unfortunately, this is the greatest thing that is missing in the 21st century. In our community, in our society, in our state, in our province, in our home, in our neighborhood, in our country, as a universe, as a whole, healthy relationship is missing. Can you just repeat with me? What is the third thing? Maintain. Maintain. Strong family relations. Hope you understood the importance of my talk. I'm a bit sorry, apology for using some of the tough words, maybe some of the deep insight words, because it has to be conveyed that way. ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಲಲಿತವಾಗಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೋರ್ಡ್, ಸಂಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯ ಭಾಗವಾದ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದನೆಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ವ ಆಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. सब सुनना बेहतर है, एक बोलना बेहतर है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन. अम्मा बाद. अरबिक लैंग्वेज हो गई है, इंग्लिश भी हो गई है, अभी मैं उर्दू में बोल रहा हूँ ताकि सबका हक अदा हो जाए. मोहतरम शरीफ साहब, शमीम साहब, अकबर साहब और मौलाना शुएब हुसैनी नदवी साहब, मुझे आज यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई. आते ही शरीफ साहब और हमारे रहमतुल्लाह साहब ने कहा कि आप पहली मर्तबा आ रहे हैं, दूसरी या तीसरी मर्तबा. मुझे ऐसा लगा कि मैं कई मर्तबा आ चुका हूँ, लेकिन सही बात है कि मैं पहली मर्तबा आया हूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह शुएब साहब ने कल फ़ोन किया और फ़ोन पर जो बातें बताई मुझे बड़ी खुशी हुई. मैंगलोर में अरबिक लैंग्वेज किसी कॉलेज और स्टूडेंट को पढ़ाना आज से तकरीबन, अभी तो ये 2 साल हुए हैं, मैं तो 20 साल से कभी सुना नहीं हूँ. वाकई में मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, हमारे शरीफ साहब को और आपके स्टूडेंट्स को और यहाँ के मैनेजमेंट को और टीचर्स को
سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ بڑی اچھی شروعات ہے اور بہت ہی عربک لینگویج کے بارے میں ہمارے شمیم صاحب نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی روزانہ عربک کے بارے میں بتایا جاتا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ لوگ عربی سیکھتے کیوں ہیں. آپ کو آپ کے ٹیچرز وغیرہ بتائے رہیں گے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، قرآن سمجھ میں آئے گا اور یہ اللہ کی زبان ہے اور قرآن کی زبان ہے اور نبی کی زبان ہے اور جنت کی زبان ہے. سب سے بڑھ کر عربی سیکھنا سنت ہے. نبی جیسے کھاتے تھے ویسے کھانا سنت، نبی کیسے چلتے تھے ویسے چلنا سنت، نبی کا ہر کام سنت ہے، نبی جیسے بولتے تھے ویسے بولنا بھی سنت ہے. اس جذبے کے ساتھ عربی آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. کبھی بھی آپ کو سیکھتے ہوئے بوریت محسوس نہیں ہوگی. آدمی ہر نماز 5 وقت پڑھتا ہے تو اس کو بور نہیں ہوتا، اور دوسرے اچھے کام کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ہم کو کچھ ملنے والا ہے. تو عربک لینگویج ایک ایسی لینگویج ہے جو ڈائریکٹ ہارٹ کو ٹچ ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کیا کرو کیونکہ اس سے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے. اس لیے عربی اب اس نیت سے سیکھیے، آپ کو اچھا جاب ملے گا، اب اچھی عربی ٹیچر بنے گی اور آپ سب کچھ عربی پلس 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 بنتے جائے گی. اس تمام چیزوں کے ساتھ عربک لینگویج اس نیت سے پڑھو کہ اس کے پڑھنے سے مجھے کچھ اجر بھی ملے گا، مجھے اللہ کی طرف سے انعام بھی ملے گا، اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے، اللہ کا کلام سمجھ میں آئے گا. اور اللہ کا کلام ہم لوگوں نے سمجھا ہے اپنی جاہلیت کی وجہ سے یا کسی کے بتانے کی وجہ سے ہم نے سمجھا ہے کہ اللہ کا کلام میرے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے. جب عربی پڑھو گے تب سمجھ میں آئے گا کون ہمارا پڑوسی ہے، کون ہمارا بھائی ہے، کون ہمارے گاؤں میں رہنے والا ہے، کون ہمارے ملک میں رہنے والا ہے، کس سے پیار کرنا ہے، کیسے پیار کرنا ہے، کس طرح کی محبت کی بات کرنا ہے اور کس طرح لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہے اور سوسائٹی میں ہر ایک کے ساتھ کس طرح اچھے میسیج دینا ہے. یہ ہم لوگ ٹرانسلیشن ہو کر جو زبان سیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے. ہم لوگ عربی ٹرانسلیشن ہو کے سیکھتے ہیں. ہم لوگ آپ کو اردو میں بتا رہے ہیں، کوئی آگے انگلش میں بتائے گا، کوئی کنڑ میں بتائے گا، کوئی دوسری لینگویج میں بتائے گا. وہ اس کا اصل روح نہیں ہوتا. ڈائریکٹ عربی سمجھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا کہ اللہ نے پوری انسانیت کے لیے جو بات بتائی ہے وہ اصل میں اللہ کی بات ہے جو ہم لوگوں کو سیکھنا بھی ہے اور سب کو سمجھانا بھی ہے. اگر ہم عربی سیکھیں گے شوق سے ذوق سے. آپ نے بہت ساری تقریریں کی اور بہت سارے انشود جو ہے نظمیں وغیرہ پڑھی اور اناؤنسنگ بھی عربی میں. ایک عربی کا دن واقعی میں آج منگلور میں میری زندگی کا پہلا دن ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے شعیب صاحب ماشاءاللہ بہت باصلاحیت ہے اور اپنی صلاحیتوں کو آپ کے اوپر صرف کر رہے ہیں. تو آپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ اب عربی آپ تقریر یاد کر کے یا تقریر لے کر آپ یاد کر کے سنائے رہیں گے. لیکن یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ ابتدا ہے. لیکن اس کے بعد انشاءاللہ ایک پروگرام شعیب صاحب بلائے نہ بلائے میں آؤں گا تو آپ لوگ بنداس کسی کو بلائے ادھر آ کے کھڑے ہو جائے عربی بولے. تو اس میں جو ہے انشاءاللہ آپ کے اندر کے جو جذبات ہیں وہ معلوم ہو جائیں گے. واقعی آپ کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا اور اللہ کے نبی کی بات سننے میں مزہ آئے گا. اور کس طرح کی ایک ویژن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو باتیں بتلائی ہے، پوری انسانیت کے لیے جو باتیں بتلائی ہے، ہم کو معلوم پڑے گا کہ میں کوئی اگر فراڈ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں نہیں. مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں اس طرح بتائی گئی ہے، اللہ کے کلام کو اس طرح بتایا گیا ہے. یہ سن کر آپ کو بھی ایک تسلی ہوگی اور پڑھنے میں مزہ آئے گا، جینے میں مزہ آئے گا، پھر مرنے میں بھی مزہ آئے گا.
تو اس لیے یہ جو عربی زبان ہے واقعی میں ایک ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے اور اس کا کنیکشن ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے کلام کو اللہ کی زبان کو پڑھ کر اللہ سے ہم محبت کرنے والے بن جائیں. اور جو باتیں میں زیادہ بتانا نہیں چاہتا ہوں، ہمارے بہت ساری باتیں ہمارے شمیم صاحب بتا چکے، بہت ہی اچھے انداز سے اور بہت ہی اچھے میسیج آپ کو دے دیے ہیں. آپ لوگوں کو میری طرف سے بھی وہی میسیج ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس انسٹیٹیوٹ کو جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور آگے بڑھائے اور ترقی دے، اور اس کے مینجمنٹ جو اس کو چلا رہے اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے. اور ان کے جو ٹیچرز ہیں ان ٹیچروں کی آپ قدر کیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان کی عمر کی آپ دعا کیجئے، ان کی عافیت کی دعا کیجئے. یہ اصل میں آپ کا سرمایہ ہے، اس کے بغیر آپ کو کوئی چیز آگے بڑھا نہیں سکتی. ان کا ادب کیجئے، ان کے لیے ہمیشہ دعا کیجئے. اور ایک بات شاید آپ کے اندر نہیں ہوگی، وہ بات میں بتاتے چلوں، ٹیچر کی عزت کرنا، اس میں کسی دھرم اور مذہب کو کبھی نہیں دیکھنا. ٹیچر کی عزت کرنا، یہ ٹیچر ہمارے ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا. ٹیچر کی عزت کرنا، یہ ٹیچر اپنے سینے کو دوسرے سینے میں منتقل کرتی ہے، کبھی کسی کا دھرم وغیرہ نہیں دیکھنا. یہ ہمارے حضرت علی کا قول ہے، اگر تم کو کوئی ایک حرف بھی پڑھائے وہ تمہارا لیے میں اس کا وہ غلام ہے، چاہے اس کو بیچ دے. تو اس لیے ان ٹیچروں کی قدر کیجئے، ان کا ادب کیجئے، ان کی عزت کیجئے، اور ان کے لیے دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، ان کو صحت دے، عافیت دے. ان کا سب کا احسان آپ دے سکتے ہیں، دو لوگوں کا احسان پورا دنیا میں آپ اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، ایک ماں باپ ہے اور ایک ٹیچر ہے. تو میں بس انہی باتوں کے ساتھ آپ لوگوں کو دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں، اور مینجمنٹ کو بھی، اور خاص کر ہمارے مولانا شعیب صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، اس کو آباد رکھے، اس کو ترقی دے، اور نظر بد سے اللہ حفاظت کرے، اور اللہ آپ کے کاموں سے راضی ہو جائے، اور اللہ قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بالمشجع الراعی جزاک اللہ خیر. Thank you, sir. The imprints made by you will be cherished in our minds forever. حان الوقت للخطاب الرئاسي. سيسترأس البرنامج رئيس القسم اللغة العربية مرشدنا الحبيب شعيب حسين ندوي. التمس منه إلقاء خطاب رئاسي في برنامجنا السنوي العربي. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. You are thinking in what language I will start. I started in Arabic, I will come to English, then I will come to Urdu, then all languages I will cover. This is the beauty and glory of Hira institution. أنا أبدأ بلغة القرآن. أيها السادة الأفاضل، أيها الضيوف الكرام، أيها المعلمات الموقرات، أيها الطالبات العزيزات، هذا اليوم يوم مشهود ويوم سعيد ميمون كريم لكلية حراء ولمؤسسة حراء أننا نحتفل اليوم باللغة العربية، ونتشرف بعقد حفلة خاصة باللغة العربية. هذه اللغة العربية التي هي من أصول دراساتنا في هذه الكلية منذ المدرسة الثانوية إلى الكلية العالية. أيها الطالبات، أنتم تعلمون جيدا أهمية اللغة العربية وفضيلتها وعظمتها وفضلها على كل اللغات، ولقد سمعتم بعض الكلام حول الأهمية لا أكرره. كما تفضل
الأستاذ الفاضل سالم الندوي أن اللغة العربية تعلمها وتعليمها من الدين وبنية خالصة يورث الأجر عند الله والمثوبة العظيمة عند الله والمقامات الرفيعة في الجنة، لأنها لغة القرآن ولغة النبي عليه السلام ولغة أهل العلم والشريعة الغراء. إذا تعلمتن اللغة العربية لتعلمتن القرآن الكريم مباشرة وجلستن على مائدة السنة مواصلة وتعلمتن دروس النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. إن فضل اللغة العربية من جانب مادي لدى أهل الكليات العصرية معروف، ولكن فضلها لأهل العلم ولأهل الدين ولأهل الإسلام بفضل الإسلام، بفضل القرآن، بفضل النبي عليه السلام. أخواتي في الله، هذه الحفلة التي قد أتممناها بفضل الله وقد عقدت بحمد الله تبارك وتعالى فائزة ناجحة، إنها كانت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل المعلمات، بفضل الأساتذة اللائي اجتهدن وراء الطالبات شهرا كاملا وأكثر، فإن الفضل يرجع إليهن بعد الله سبحانه وتعالى، فأشكرهن جزيل الشكر في هذه المناسبة. Dear students, today while we are taking this program, organizing this program, Alhamdulillah, we conducted successfully. Actually, we conducted so many competitions before today's program about Arabic lecture, Arabic conversation, Arabic writing, handwriting, and others. So this is the result day. This is a prize day. But overall, this is the greatest day for Hira Institution, as a big event is organized for Arabic language in this institution. And you know, as Salim sir said, I think all of you understood it. He is here since 20 and more years. He's saying he is connected with so many institutions. He visited so many colleges. This is first time in Mangalore city I witnessed this Arabic program as an event in a college. So this is a big compliment for us, for Hira Institution, and I hope you got so many messages in this event and the competitions, and I hope you will be in touch with Arabic by learning, by communicating with others, by seeing and watching Arabic programs. Then you can develop your skills of Arabic in speaking, in writing, in conversating, in other skills and talents. You will prove yourself, your personality. So I thank all of you for your participation, good efforts, all the cabinet, all the students, all the participants, all the winners, and more all the teachers, faculty. Alhamdulillah, we can say we have great faculty of Arabic here in this institution. That's why it is possible for us. That's why it is possible to organize this program and successfully conduct.
So I appreciate their hard efforts, their good work behind this event, behind all the competitions. So this is the great opportunity for their students in this institution to obtain all the good knowledge, gain all the good knowledge, develop all the skills you have potentially to prove yourself in the ground of the society. میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا سالم ندوی صاحب کا، ہمارے محترم جناب شمیم ابو بکر صاحب کا، جن کی بہت خوبصورت باتیں، میسیجز اور ہماری اسکل ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ بہت ہی ریلیونٹ اور امپورٹنٹ میسیجز نے ہمیں ایک لائٹ دی ہے اور ہمیں آگے کا راستہ بتایا ہے، فیوچر دکھایا ہے، آگے کچھ کرنے کا سبق دیا ہے. اور آل دا ڈگنیٹیز، آل دا ممبرس آف شانتی ایجوکیشنل ٹرسٹ اور سارے لوگ جو یہاں پر آئے ہیں، ہماری ٹیچنگ فیکلٹی، ہمارے ہیڈ مسٹریسز اور فیکلٹی، آل دا ویلیو ایجوکیشن اینڈ نان ویلیو ایجوکیشن فیکلٹی، ٹیچنگ اینڈ نان ٹیچنگ اسٹاف، سب کے ایفرٹس، سب کے کمبائن کوشش کے ساتھ الحمدللہ سکسیزفلی ہم نے اس پروگرام کو کنڈکٹ کیا ہے اور کامیاب ہوئے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے ایونٹ کو بار بار لائے اور اس کے ذریعے سے ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر عربک اور اسلامک صحیح ویلیوز ڈیولپ ہو سکیں اور صحیح اسلامک کلچر ان کے اندر آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الآن وصلنا إلى الجزء الأخير من البرنامج لشكر. No duty is more urgent than that of giving thanks. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كل يوم هو يوم جديد هدية من الرب، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أولا وقبل كل شيء نود أن نشكر الله تعالى على جعل هذه المناسبة مناسبة. وبعد ذلك أود أن أشكر الضيف الرئيسي مولانا سليم ندوي ومحمد شميم أبو بكر وأكبر سندوالا على تخصيص بعض الوقت ليكون معنا على من جدول أعمالها المزدحم. وبعد ذلك أود أن أشكر شيخ كيم شريف وكيم شعيب حسين ندوي وشيخ رحمة الله وشيخ ذاكر حسين وشيخ عبد السلام CH وغيرها، وجميع الأعضاء الآخرين لجنة الشانتي صندوق تعليم على وجوههم هنا معنا، كما أتوجه بالشكر إلى المديرة المدرسة الحبيبة فاطمة مهرون وباغرة على دعمها، وكذلك لأعضاء هيئة التدريس وغير المدرسين لتوجيههم، وآخرا لزملاء الأعزاء على تعاونهم. أنا ممتن جدا لهم للأعمال معا لجعل هذا البرنامج حافلا بالأحداث. نسأل الله أن يكون معكم دائما ونتمنى لكم رحلة آمنة من وجهتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamu alaikum. Good morning. With the permission of the chair and all the dignitaries here again, ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅರಬಿಕ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರಬಿಕ್ ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಅದರ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನಾನು ಬರುವ ವಾರ ನಾನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಅಮೌಂಟಿನ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕರೀಂ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅರಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್.
ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಇಬ್ನ್ ತೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಾಮ್ ಸುಯೂತಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕುರಾನ್ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನುವಾದ, ಮತ್ತೊಂದು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುರಾನ್ ಥ್ರೂ ದ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುರಾನ್. ನಮಗೆ ಅರಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಯುವುದು ಅದೊಂದು ಫರ್ಲೆ ಕಿಫಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಇಬ್ನ್ ತೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಟೀಚರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮರೆಯಬಾರದು. ಅನ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ವ ನಸ್ತಗ್ಫಿರುಕ ವ ನತೂಬು ಇಲೈಕ್.